قولوا لي اعجبني باش حتى انا نبقى تحشمي تخرجت عليا ما قد ندير والو في حياتي بسببها ضيعت بزاف تاع الفرص. وقيل جا الوقت باش نجمع كري. قبل ما نحيد الحشمه غير خصني نفكر باللوجيك. علاش كنحشم؟ ما كاين حتى حاجه نحشم منها. الفكره ديال بلي الناس كيشوفوا فيا كاينه غير فيا واخترعتها من عندي، وراسي كيقول لي هكاك باش يحبطني ويزيد لي الحشمه. هاني دابا خرجت وغنبقى بهذا التفكير على الله غتحيد مني الحشمه. ناري لا داك زبي كتقرقر معاه غندير راسي ما شتوش ولا شنو؟ ياك ما كنا معاشرين ما عقلتش زبي. غنشوف فيه الا شتو كيشوف فيا وبدا كيبتسم عندي غنبتسم عنده وغنقول ليه السلام صافي عادي جدا. فكر باللوجيك صاحبي. السلام لاباس هكاك الحمار. كون مشيتي تبوسو حسن ناري علاقه مع عمري غننساها في حياتي. المشكله قالت ليه السلام واخا ما كانش كيشوف فيا. ناري الدراري مريحين في الزرقاء. علاش بديت كنتمشى عوج عاوتاني ورجليا وزبي. ناري لا دريه حتى هادي كانت كتقرا معايا وما عقلتش واش كنت معاشر معاها. كيفاش وليت كنتمشى على راسي؟ السلام لاباس يا ربي نموت. والله تممتي على صهد 33 درجه صاحبتي راه بزاف. كنتحرق طمارهم هادو زبرين. ود الله يهدي المدن تاع اليوم وصافي ما كيعرفوش واحد الحاجه سميتها الصبر. ما عرفت علاش راسي كيتبخر. وفينا اخي واش ماشي لاباس عليه؟ وها حنا كنتشواو وكنتحواو اخويا وانت حتى حنايا كنتحواو اخويا. على الاقل اليوم بارد على البارد. ما عرفت علاش حتى انت كتبخر معايا. انا سبحان الله في نفس الوقت كنحس بلي الدنيا مظلمه ليا في عينيا. وتما فينا معلم يا ربي السلام خويا. وفينا الدراري فيها شي مواطر ولا خويا واش لاباس عليه؟ احسن منك كاع زبي. واش بنت لك معوق راجينا غنسولو فيكم الدراري مالكم مرحبين بينا هكا؟ لا والو غير خويا واش متاكد بلي لاباس عليك؟ وهذا القلاوي كتتفل عليه الضنيروس بالعافيه وباقي ما مات. ياك معلم ولينا دابا في حشيه الهضره ياكم. حنا بغينا غنزهيوها في جامع الفنا ولكن نتوما خويتو بينا. هاني يا معلم فهمتي شي حاجه؟ خويا كتسمع هاد الصوت؟ خوتي كاين عندكم شي كلمه؟ لا شكرا انا غنمشي. شي طبانه من تويتش ومن بعد حيدوا ليه البان، ولكن من بعد اعوام دازت تفضح علاش طبانه من تويتش. والسبب علاش طبانه راه قلت لكم عاد دابا علاش. وموراها بفتره قصيره طلعت الفضيحه ديال كريس تايسون اللي تفضح على باللي كيتعنب على قصيره. وموراها بفتره عاوتاني جالينا مستر بيست اللي تفضح على باللي كيستغل في القصيرين باش يطلع لاشين ديالو. وموراها عاوتاني تفضح هذا اليوتيوبر بينغوينز. هذا ماشي تفضح غير غلط في واحد الجمله قالها. ما نقدرش نعاود لكم التفاصيل حيت هذا ماشي موضوعنا، ولكن عموما داكشي اللي صرا ليه حتى هو متعلق بالقصير. غير هو غلط كيف قلت لكم ما دارهاش بالعاد. دابا غندويو على اخر حدث مهم هو داكشي اللي صرا مع مستر بيست. كونه اكبر يوتيوبر وهو اكبر واحد كيهز الفيورز بزاف. مستر بيست في هذا الوقت راه ولا هو ايمن سينباي ديال الامريكان او ولا اكثر من ايمن سينباي. حيت هاد خونا ماشي غير التفضح على باللي طالقها على عباد الله، وانما كاين عليه واحد الفيديو نزل مؤخرا بالادله على باللي هو ماشي غير كذاب وانما نصاب. في هذا الفيديو غندويو على كيفاش تفضح على باللي هو نصاب وكذاب والعبقريه اللي كاينه عند هاد خونا وقداش هو شرير وواش بصح الكارير ديالو سالد اولا الناس غير كيزيدوا فيها عاوتاني. يعني غيبقى يحسبنا راه حقا مستقبله سالا وفي الاخر غيكمل عادي كيما صرا مع اي شو سبيد فاش ورى لينا زبيبتو. الناس خرجوا كيقولوا عليه راه سالا ويقدر ينهي حياته وفي الاخر ماشي غير يكمل عادي وانما تشهر اكثر من قبل. سوف نستنتج واش نفس الشيء غيديروا مستر الوحش ولا لا. تخيل بالزين الناس ديال برا كانوا كيتمناو يشوفوا هاد مستر بيست الرئيس ديال الحكومه كاع باش زعما يحسن في الوضع ديال الدنيا ويمشيو الحروب وكذا. حيتاش هو رغم كاع الفلوس اللي عنده كيبقى يدير الخير في بنادم او لا اتليست هاد الشيء اللي
كيبين لينا. انا اصلا ما كنتش كنتفرج فيه الصراحه، ولكن كنقسم لكم برب الكعبه حتى كنت شكيت فيه باللي هو في الواقع غيكون ماشي ظرافات كيف كيبين لينا في الفيديوهات. تعرفوا دوك المدراء اللي كيكونوا قاصحين مع الامبلويز ديالهم، راه هكاك كنت كنتخيلوا، ولكن ما كنتش كنتخيلوا غيطلع نصاب. هاد خونا ماست بي ذا سمارتست يوتيوبر شتو في حياتي، اذكى يوتيوبر شتو في حياتي هو هاد مستر بيست، حيت باش تخدع الناس بهاد الطريقه وتا حد ما يفضحك على طول السنين، ومن الفوق توهمهم على بلي انت يا ظريف كاع ما بين كاع اكثر من 100 مليون واحد كيتفرجوا فيك. راه خاص تكون واحد الدماغ يا الهي، راه هذا يقدر يكون عنده واحد الاي كيو تقريبا بحال ديال اينشتاين، ولكن واخا هكاك تفضحوا دابا غتعرفوا كيفاش. الا كنتي فان ديالو وعمرك شكيتي فيه الشماته، راه خاص تعترف باللي حواكه وما نلومكش، حيتاش كيف قلت لكم خونا راه دماغ. كاين واحد اليوتيوبر اخر سميتو الدارمان، شي وحدين منكم غيكونوا عارفينه، حتى هو كيبين راسو ظريف وكذا وكيدير الفيديوهات التحفيزيه زعما لا للعنصريه وراه الناس زوينين خاصنا نثقوا في بعضياتنا، بينما هو في الحقيقه واحد المنافق منه ما كان. غير هو هذا انا كنت شكيت فيه الشماته، ما عرفت كيفاش درت ليها. اما مستر بيست كانوا عندي عليه علامات الاستفهام، ودابا عاد بان باللي يقدر يكون شماته بصح. ما علينا، هاد الشيء كامل بدا مع هاد مستر الزويم كريس تايسون، فاش فاق واحد النهار شدو الملل وقال غيعترف للناس باللي هو زامل، والناس بداو كيقولوا حقا غتكون بدايه نهايه مستر بيست ودوك النظريات راكم عارفين، حيتاش كريس تايسون اصلا كان خدام معاه فبالسيف غيخرجوا عليه دوك النظريات. مستر بيست خرج وقال باللي راه كريس تايسون غيبقى عشيره وداك الشيء. طبعا انت يكون شتي هذا البوست على اساس مستر بيست ظريف وماشي منافق، غادي تخيلوا راه هو ملاك ورجوله ما تخلاش على صاحبه واخا هو زامل، ولكن الا تخيلتيه على اساس وجهه الحقيقي اللي كيبان به مؤخرا، غتلقاه بين ما كيكتب هذا الشيء كان شد على راسو وكيعاير في كريس تايسون في قلبه، بحال والو غيكون جبد معاه واحد الصداع مقود كيصوني ليه كل ساعه غير باش يسب فيه. الله ينعل القحبه دمك، الله ينعل الاقحبونيه الاقحبايه دمك، ولد القحاب، الله ينعل الفطر. طبعا داكشي مره بسلام مستر بيست بقى غادي في طريقه وتيفرقع في المشاهدات والماني، ولكن مؤخرا بدا عاوتاني واحد الاكشن اكثر من قبل. كريس تايسون هاد المره من بعد ما اعترف باللي هو زامل، اتفضح على باللي كيتعنب على القصيرين وكان باغي سميتو وكنيتو، ما بغيتش نجيكم من الاخر يقدر يطير لي الفيديو. مستر بيست من بعد ناض عاوتاني هاد المره كان كيبان معصب ديال بصح اوكو، قال لهم راه حكا في اخباري هذا البوز اللي نايض في هذا الايام وشنو عمل كريس تايسون، على اساس هو ما كانش عارف قبل، وقال باللي استعان بواحد المحقق باش انفستيغيتي في داكشي، زعما شوفوني راه عندي المحقق، ومن بعد قرر باش يجري على كريس تايسون. في هاد السيتويشن هكا تخيلت مستر بيست. واش انت عندك شي حاجه خرب بها حياتك بغيت تبقى تخورني؟ دابا هو مستر بيست يفترض انه ديجا عارف هذا الشيء، حيتاش اولا هما كان عندهم واحد السيرفور ديسكورد اللي هو بيبليك، وفي داك السيرفور كريس تايسون كان كيتعنب على القصيرات، يعني داك الشيء عيني عينك، وكان كيبوستي داك الشيء حتى في تويتر، فكاينين اشارات كافيه اللي كيقولوا باللي مستر بيست في الحقيقه كان عارف داك الشيء وغير بغى يسلك راسو بديك الهضره ديال راه حقا ما كانش عارف. ومن بعد بفتره قصيره خرج هذا اللي كان وناري هذا الشيء عمرو غيتقاضى، خرج هذا اللي كان خدام عند مستر بيست في واحد الفيديو فيه 50 دقائق وفضحوا بالادله، ولكن ماشي شي دلائل مقودين، ولا اللي كيعطيو احتمال شي 97% على باللي مستر بيست نصاب، اما كذاب هذه راها حاجه باينه. طبعا خونا دواء على الكذوب اللي كيديروا مستر بيست، بحال باللي فيديوهاتهم مزورين وباللي هما غير معمولين بالسي جي اي، هذا الشيء راه عارفينه شي وحدين، ماشي شي حاجه جديده. كاينين اللي كيتفرجوا غير على ود الفان وصافي، ما كيهمهمش يكون داك الشيء حقيقي ولا مزور. فانا غندوي غير على اهم حوايج جبدهم هذا، ودوك الحوايج هما نفسهم اللي كيبينوا باللي مستر بيست فيه واحد الشر يا خويا منو ما كان. هذا الشيء اللي غنقول لكم دابا راه لحد الان ما كاين عليه حتى شي دليل قوي، ولكن ما حد مستر بيست ساكت على هذا الشيء وما عطاش شي دليل اللي كيقول العكس تاع هذا الهضره اللي كيقولها هاد
خونا راه غيبقى تماك احتمال كبير على باللي مستر بيست بصح كينصب على الناس وباللي كيستغل الدراري الصغار باش يربح على ظهرهم. الحاجه الاولى الشريره اللي فضحوا بها هاد خونا هو باللي ديك الهضره ديال زعما ديروا لي الاشتراك باش تقدروا تشاركوا في المسابقه اللي جايه، اشريوا الملابس باش يكون عندكم فرصه تشاركوا في المسابقه اللي جايه، قولوا لي الله يبارك في عمر سيدي باش تشاركوا في المسابقه اللي جايه. هذاك الشيء كامل سلوكيه باش يرفع في الاشتراكات. وشنو هو الاسوأ في هذا الشيء كامل؟ هو الفلوس. كيبقى يحزق في البراهش على ود الكذوب باش يربح على ظهرهم، ناهيك على باللي كيبقى يبيع عليهم الوهم باش يبقى يحمسهم على شي حاجه ما كايناش. وطبعا الطريقه باش كيقول لهم يديروا داك الشيء ضروري غتبان على شكل فول، لا والحياه ورديه زي الفول باش يبان ظريف كيما كيبين لين. اما شي وحدين ما كيقدروا يميزوا شي واحد واش شرير بصح غير الا لقاوه كيهضر بهذه الطريقه. ديروا لي اعجبني والاشتراك ولا القناوي اللي شاركتوا في المسابقه اللي جايه هكا نتاعك ما غتشاركوش في كل الاحوال، واخا هكاك ديروا لي الاشتراك واعجبني الله يلقيها للزبل تاع بوكم. فعلى حسب ما قال هذوك الناس اللي كيجيبهم يشتركوا في المسابقات في الحقيقه هما راهم ماشي راندم سبسكرايبرز اللي كان كيواعدهم يشاركوا في المسابقات، وانما غاناس كيعرفهم. وبالتالي بالزراره فيري اكستريملي ما بلانش ديك الهضره ديال السي جي اي وكذا والسلوكيه هذاك الشيء راه حشومه، ولكن كيبقى داك الشيء غير فور انترتينمنت ما حد داك الشيء ما كيبقاش ياثر على الفيورز بطريقه سلبيه، راه ماشي مصيبه. ولكن فاش دوك الكذوب كيستغل بهم الفانز ديالو وكيبقى يحويهم في الجيب ويعطيهم امل مزيف، راه هذه حاجه اخرى. والحاجه الثانيه كان كيسرح الناس في القمر اللي هو كيسميهم الجيف اويز بينما هما في الحقيقه قمر. كاين واحد ستريم كيبقى يقول لهم مثلا راه حقا الا شريتوا الشوكولاته ديالي غيكون عندكم فرصه باش تربحوا شي هديه بحال بي سي جيمر، كل ما شريتوا الشوكولاته بزاف كل ما الاحتماليه تاع الربح غترتفع اكثر. ولكن كاينه مشكله اخرى هو باللي انا ما نقدرش ندبر على بيسيات جيمرات بلا ما تصيفطوا لي المزيد من الفلوس، فكل ما صدقتوا عليا الفلوس بزاف كل ما دبرت لكم هدايا جداد. بينما هو في الحقيقه دوك الفلوس ما كانش كيشري بهم دوك البيسيات او دوك الملابس اللي كان كيبيع، وفي نفس الوقت كان كيبيع داك الشيء لهذوك الناس اللي هما اقل من 18 عام اللي قانونيا ماشي من حقهم انهم يدخلوا للقمر. طبعا يقدر يكون تماك شي واحدين منكم كيتسائلوا كيفاش الناس دازوا على هاد الستريم بلا ما يعيقوا بهاد الشيء اللي كان كيدير فيه مستر بيست رغم انه كان كيتفرجوا فيه الالاف ديال الناس. الجواب هو كتشوف شي مرات شي بوستات على شي حديث مثلا في السوشيال ميديا كتلقى بزاف ديال الناس متفاعلين معاه ومطيقين باللي راه داك الحديث كاين بصح، وبنادم من نيتو كيبارطاجي مثلا الحديث ديال من لم يبلغ عني رمضان سيدخل جهنم الى اخره، كتلقى بزاف ديال الناس مطيقين. وفاش كتقلب في جوجل على داك الحديث كتلقاه ما كاينش اصلا، وهذا الشيء صرا شحال من مره وباقي كيصرا. بزاف ديال الناس كيتيقوا حوايج باينين باللي دوك الحوايج كذوب، اولا شي مرات كيعطيو القيمه لشي حوايج ما كيستحقوش. فكنظن نفس الشيء صرا مع مستر بيست حيتاش الاغلبيه تاع الناس واشد راه حتى كون فضحوه الاقليه تاع البشر ما كانش غيقودها، والشهره هي احد الاسباب. دابا السؤال هو واش مستر بيست بصح مستقبله مشى من بعد هاد الشيء ولا لا؟ انا طبعا من الاول فاش تنزل اول فيديو كيتفضح فيه رغم كاع داك البوز اللي ناض عليه والناس كيقولوا راه مستقبله مشى، انا شكيت باللي غيكمل، خصوصا هو دماغ ويمكن الاغلبيه اللي كيتبعوه الدراري الصغار. فبسبب هاد الشيء يقدر يلقى الطريقه اللي يسلك منها في هاد السيتويشن، حيت راكم عارفين يا اسفته بزاف تاع اليوتيوبرز داروا شي حوايج مصيبه وكيستحقوا الحبس كاع على داك الشيء. في الاول كانوا ضربوز عليهم راه حقا خاصهم العقاب وكذا، راه خاصهم يتكانسلاو الى اخره، ولكن مع مرور الاسابيع بنادم كيبدا ينسى ويولف بحال لا عمر وقعت شي حاجه. فانلاس تدخلوا البوليس في هذا الشيء ما كنظنش خونا غيموت ليه الحوت، خصوصا اللي متتبعين وبراهش ودوك الجهه اللي كيتحكموا ليه فلاشين ما مسوقينش. الا كمل راه غير غيبقاو يكثروا عنده لم يعجبوا نيات، ولكن في الاخر مع مرور الوقت غيبقاو ينقصوا حيتاش بنادم غيبقى ينسى ويتمر. فكنظن مستر بيست لاعب على هذا المايند سيت، غيكمل
العادي ويخلي الناس يولفوا وينساو. غتبقى غير السمعه ديالو محاويه، ولكن هو كيرز، المهم هو الفلوس كيدخلوا عليه. هادشي اللي بغا هو. I be doing it to death and now I move a little fella nigga better call a rap and everybody know my style. Niggas know that I'm the best when it come to doing this and I be banging on my chest and I bang in the east and I banging in the west and I kinda give you more and I